كاينه واحد الغلطه راهي تصرى عندنا حنايا، انه الانسان يحب باش يولي يبني الكارير تاعو يقول لك لازم نجوز على هذيك الطريق، وهذيك الطريق تخليك مرحي، هذيك تخليك غبي. يعني اسمح لي على العباره هذه، ماشي عليك انت بالذات، وانما هذيك الطريق هذيك تخلي الانسان غبي. عباك شكون المرحي؟ شكون الانسان اللي يتعلم الحياه مليح، ماشي اللي راح وشم وتقطع وتغرب وراح وغرق ورجبدوه وداروا له وعمل ودار ودخل السجن وخرج وكذا، والله ما هو مرحي هذاك والله ما دار حاجه، هذاك من اللي زاد هو في الهبال. عباك شكون اللي يترحى مليح؟ ادخل القران الكريم، تشوف ناس ابطال يعطوا لك حياتهم، يمدوا لك التجربه مجانا بلا ما تجرب، بلا ما تدخل الحبس، بلا ما تقطع روحك. تشوف حقيقه الناس. شوفوا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان خارج، كان مازال ما ولاش نبيه، راهو جان ملي جان شاب من الشباب، كان خارج من البلده تاعو، لقى زوج يضربوا، قالوا واحد من شيعته يعني من القبيله تاعو على الذي من عدوه، قال له رانا نضربوا كذا، راح يعاون موسى، دخل روحه جاي يسلك عشان قاتل النفس. تسمى شغل ماشي في امان الله، زقاو لي لقيت دبزه رحت نسلك عشان تقاتل واحد، مصيبه. وصل له موسى، تبدلت حياته، ولا ريشارشي كونداني امور، خرج يبحثوا عليه، خرج همل، راحت الحياه، ولا في غربه، هارب، ما على بالوش وقتاش يتحكم، يحوسوا عليه الناس، حكم عليه فرعون بالاعدام. اتصوروا ان موسى هذيك الحاله اللي راهو فيها يزيد يلقاو حاجه واحده اخرى، زوج بنات عندهم الغنم حبوا يسقيو الغاشي كذا منا، قال لك والله نروح نعاونهم. نورمالمون حنايا بالالجيريان تاعنا نروحوا ليه نقولوا له موسى واش بيك، مازال تزيد تدخل في روحك، تسمى هذا تزيد تدخل روحك، قتلت واحد، ما تدخلش روحك، بالك هذه المراه تروح تدخل روحك تعاونها تاع شي حاصل، خليك انت دوك راك غارق في نفسك، ما تزيدش تدخل روحك، ما تزيدش دير الخير، ما تزيدش ترفع حتى واحد ستوب. تسمى الان هذا موسى عليه السلام عبوكش دار، على بالو باللي كل قضيه راهي وحدها، على بالو باللي ماشي مساله الخير هي اللي جابت لك الشر، انما هو قضاء الله. انت كي رحت تتسلك ماشي كي كنت رحت تتسلك اللي صار لك المشكل، وانما هذا ابتلاء من الله عز وجل. انت كي كنت تتسلك لو كان يعاودها عليك ربي روح تسلك، لان كي تروح تسلك راك باطل، راح تصلح بين اثنين وراك باطل، واش الشيء اللي صرا هذاك ابتلاء من الله باش يزيد يرفعك. انت يا اللي سلفت دراهم وما رجعولكش، كي ما رجعولكش المشكل ماشي كي سلفت، المشكل انك لم تضبط الامور، وكي ما رجعولكش هذا ابتلاء من الله عز وجل، واجرك اكثر من اللي رجعولك. ولكن ما تحبسش، لازم لك تعاود تكمل دير الخير. وشنو هذه المره ناخذ حذري وناخذ رهن وناخذ كذا وضمان وغير ذلك. موسى عليه السلام كي راح عاود سلك الزوج هذوك وعاونهم، وعاود تولى الى الظل وقعد، وسبحان الله العظيم كي كتب ربي باش وحده فيهم تكون زوجته كانت زوجته، بلا ما قال اعطيني التليفون. تسمى شوف تفكر مليح باللي يخدم الخير لله عز وجل. هذا موسى يعطيك البطولة في القرآن الكريم، هذا هو اللي يرجعك مرحي. كي تقرأ القرآن تقرأ أمثال هؤلاء الأبطال، تقرأ بلي كاين إنسان غلقت عليه الأبواب وجات امرأة وقالت له هيت لك، وقالها إني أخاف الله رب العالمين. وتروح وتشوف أنبياء وذاقوا من اليتم، وذاقوا من التشرد، وذاقوا من الضرب ومحاولة الاغتيال. الرسول عليه الصلاة والسلام ستف كاع الكيسان نتاع الابتلاء، ستفهم كاع الكيسان، نستفوا كاع الكيسان. الكاس تاع اليتم، يتيم ما عندوش والديه، فقير ماكلاش، جاع بات برا، حاولوا يقتلوه شحال من مرة، سقوا له السم، كلا السم ومات به. هذو كاع شرب منهم الرسول عليه الصلاة والسلام عادي، وخرج متربي وما خرجش على الطريق، وكان باطل وكان انسان حنين. علاه انت راك تقول لنا بلي انا يا راني قاسي لاني تربيت قاسي؟ علاش ما خلي الماضي تاعك هو اللي يتحكم لك في المستقبل؟ لازم تكون انسان عاقل. العقل لازم تفكر، دائما تفكر باللي هذا القران هو اللي حيخليك تولي مرحي. المرحي الانسان الفاطن، ماشي اللي يروح يقطع روحه في حياه ماشي مليحه. هو ومن بعد باش تقول انا دوك خلاص راني وانا عندي جوزت 40 سنه و50 سنه و60 سنه، ماشي العبره بشحال في عمرك، تلقى روحك تخبر وحدك. على كي انت تدير في مجهود باش